ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى. فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي المقاولين. هنتكلم عن نادي المقاولين قطاع الناشئين، وهنتكلم عن الاختبارات هل هي كويسه ولا لا. هنتكلم عن كل تفاصيلها، وهنسيب لكم في اخر الفيديو معلومه هل انت تروحها ولا لا، هتستفاد لو انت رحتها ولا لا. هنتكلم عن كل تفاصيل اختبارات نادي المقاولين. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه زي دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ولو ليك صاحبك مهتم بنفس المحتوى اعمل له شير عشان يستفيد زي ما انت هتستفاد بالظبط. وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. طبعا نادي المقاولين من اقوى واكبر الانديه، وبالذات قطاع الناشئين كان زمان من القطاعات القويه جدا والجامده جدا. بس الفتره اللي فاتت ابتدى يفقد مصداقيته بسبب ان ابتدى يبص للماده شويه، ابتدى في فرق كتير بقت استثماري، ابتدى يكون في سعر استماره كتير عشان عايز يعمل مبلغ من الاستثمارات. في تفاصيل كتير قوي ابتدت تحصل الفتره الاخيره ادت الى سقوط شويه قطاع الناشئين من المقاولين. هنتكلم الاول عن الاختبارات مواعيدها وتفاصيلها، وبعد كده هنتكلم عن الاختبارات دي هتبقى كويسه ولا لا. الاختبارات تبقى متقسمه في الاسبوع لثلاث ايام لمواليد وثلاث ايام للمواليد. يعني عندك سبت واثنين واربع لمواليد من 2009 لحد 2015، يعني 2009 و2010 و2011 و2012 2013 و2014 و2015 سبت واثنين واربع الساعه 9 صباحا من كل اسبوع، وده بدايه من يوم 27/5. بدايه من يوم 27/5 عندك سبت واثنين واربع، ده المواليد من 2009 ل 2015. حد ثلاث وخميس هتبقى لمواليد 2008 و2007 و2006 و2005 و2003، ده بالنسبه لحد وثلاث وخميس الساعه 9 صباحا. طب مقر النادي فين؟ مقر النادي في مدينه نصر، معروف طبعا. هتسال في اي حته او في اي موقف عايز اروح نادي المقاولين هيوديك من مدينه نصر. الطريق سهل مش بعيد، المواعيد سهله وواضحه. بس الفكره هنا سعر الاستماره تقريبا من 100 ل 150 جنيه، فده سعر استماره غالي جدا. وبرده قطاع الناشئين هتقبل هيقول لك عايزين مقابل مادي، فانا بصراحه بنصح الناس ما تروحش. لو انت قوي جدا، لو انت مميز جدا ممكن تروح، مش هيطلب منك مقابل مادي. لكن لو انت في المتوسط او مستواك كويس بس مش الفلته، لا بلاش. وفر احسن مجهودك، ووفر مصاريفك، ووفر سعر الاستماره، ووفر كل ده وخليه النادي احسن فيه قد امكانياتك، تقدر ان انت تستفاد منه وتقدر ان انت تروح على طول من غير ما تتعب نفسك او تصرف مصاريف على الفاضي. ده بالنسبه لاختبارات نادي المقاولين. لو انت محتاج اي حاجه ممكن تكتب لي في الكومنتات تحت ارد عليك على طول، او تبعت لي فولو على الانستجرام وكلمني ان شاء الله ارد عليك. بكده خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره القدم. السلام عليكم.